السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026 2027. أول حاجة بالنسبة ل 2027 هتلاقي دلوقتي لايفات التيك توك مليان عشان النتيجة، وابعت حوض 200، ابعت حوض ب 2000، ابعت قلب ب 100 واجيب لك النتيجة، واكتب اسمك في الكومنتات ورقم جلوسك والكلام من ده. هو بيعمل ايه؟ بياخد اسمك ورقم جلوسك والشعبة بتاعتك ويروح كاتب لك اسمك ثلاثي وجايب لك رقم الجلوس وهبد لك أي نتيجة. تمام؟ اللايف 10000 وتلاقيه مجمع لك في آخر اليوم 50 60 ألف نقطة. كام دولار؟ بسم الله ما شاء الله، يعني جمع له بتاع 200 $300. انت استفدت ايه؟ انت بيضحك عليك وخلاص. ده اول نصب. تاني نصب على التليجرام، هتلاقي واحد يجي يقول لك 200 جنيه واجيب لك النتيجه. ده كله نصب، مفيش الكلام من ده. هتقول لي ايه ده؟ اقول لك ده مايك يا ريت يكون شغال علشان احط لك الصوت وصوت المروحه ما يطلعش. تمام؟ ده كده بالنسبه ثانويه عامه 2026. 2027 يبداها كده سنتر ولا اونلاين. لو في سنتر جنبك وفي مدرسين كويسه فانت خد سنتر. بس انا شايف والله الصراحه، يعني انا شايف ان الاونلاين احسن. تيجي تقول لي ليه؟ اقول لك عيب الاونلاين الوحيد لو انت عرفت تتحكم في نفسك. يعني انت لازم تتحكم في نفسك في الاونلاين علشان تعرف تكمل فيه، عشان تعرف تاخد يعني 99% منه. تمام؟ يعني بالنسبه للسنتر، فلو السنتر بعيد عنك هياخد وقت مواصلات والكلام من ده رايح جاي، هتضيع لك يجي ساعه مواصلات. لو انت بتاخد حصتين يبقى ساعتين في الاسبوع، لو تاخد حصه يبقى ساعه. الساعة مش حاجة قوي، بس مثلا عايز تروح تحضر بدري عشان تقف في الأول وكلام من ده. ولو أنت عايز تسأل حاجة بتدي السؤال اللي بتوع السنتر شغالين مع المستر، وتاني حصة تيجي تاخدها منه. فاهم؟ فحاجات السنتر يعني كويس، بس أنا شايفه الصراحة، أنا عن نفسي بحس الأونلاين أحسن. ليه؟ علشان الأونلاين أنت بتذاكر على حسب ما انت وقت ما انت عايز تذاكر. في ناس بتحب تذاكر الصبح، في ناس بتحب تذاكر بالليل. انا عن نفسي بحب اذاكر بالليل. هل لو في سنتر بيدي بالليل؟ لا، المعظم بيدي الصبح. فانا مش كان ما بعرفش اذاكر الصبح خلاص، فانا عايز اذاكر بالليل فهذاكر بالليل. عايز ارجع الفيديو في حاجه مش فاهمها هرجع الفيديو في حاجه مش فاهمها. تيجي تقول لي ما انا ممكن في السنتر اقول للمستر بعد اذنك يا مستر عيد لي الشرح ده. انا عارف ان انت ممكن تعمل كده، بس مش المعظم بيعمل كده. يعني هما بتلاقي المجموعة مثلا 100 200 3 بس اللي بيبقى عندهم الجرأة إن هما يطلبوا من المستر إن هو يعيد الشرح. أنا عارف إن أنا بقول لك إيه، يعني المعظم بيبقى قاعد أنت مستني الحصة تمشي عشان تمشي. بس عيب الأونلاين اللي هو أنت عندك أصلا يعني 99.9 من الشعب المصري دلوقتي عنده حاجة اسمها تعفن دماغ. تمام؟ تعفن دماغ ده مثلا تكون قاعد سامعني بتسمع دلوقتي الفيديو بتاعي ومشغل مثلا تيك توك على التابلت، مشغل أي حاجة في أي حاجة تانية. ما بتعرفش تقعد تسمع وتحب اللي انت حاجة اللي انت بتسمعها. التليفون اللي انت بتسمع منه ده، اما تيجي تسمع من على التابلت تلاقيك ماسك التليفون وعمال تقلب وانت بتسمع المحاضرة. فهو ده الحوار كله، هو ده العيب بتاع الاونلاين، ان الشعب اصلا يعني هو كله بقى دلوقتي ما عادش بيستحمل ان هو يقعد يسمع ساعة فيديو كامل. تمام؟ هو المايك بيعلق. تمام؟ يبقى شكلنا كده نسيب ايه؟ الصوت بتاع المروحة والدنيا تمام. تمام. ده كده بالنسبة لأونلاين أو سنتر. أنا عن نفسي كان معظم أونلاين، السنتر مش قوي. أنت عايز تاخد سنتر وهتلاقي الناس كتير بتشكر لك في السنتر، ما عنديش أي مشكلة. لو أنت مش هتعرف تتحكم في الموبايل واستخدامك للموبايل وتضييعك لوقتك، مش هتعرف تتحكم في الكلام من ده، فأنت ما وراكش حل غير السنتر. ده كده بالنسبة للسنتر ولا أونلاين. بالنسبة للطريقة اللي أنا يعني حبيتها أوي في ثانوية عامة، هي طريقة اللي أنت تحل كتير في ثانوية عامة. ليه بقى؟ أقول لك ليه. أنا مثلا آخد الحصة في الأسبوع في المادة، الحصة 3 ساعات. لو آخد كل يوم حصة، كل يوم محاضرة. تمام؟ هتاخد في اليوم 3 ساعات. تمام؟ وهتنام 8 ساعات وهتضيع 4 ساعات. يبقى 4 و3 7 وتمانية 15. فاضل لك كام ساعة في اليوم؟ 9 تقريبا. 9 دول هتعمل فيهم إيه؟ هتيجي تقول لي هتحل كتاب في ساعتين. اجي يقول لك خلاص بقى انا اقعد بقى بقيت ال6 ساعات بقى العب اعمل اي حاجه غير المذاكره. اجي اقول لك بقى يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي انا مختلف فيها، حوار ان انت تبدا السنه بكتاب واحد والكلام من ده ما بحبوش الصراحه. لا، انت تبدا السنه جد من اول السنه كتابين 3 علشان تيجي في المراجعه النهائيه تلاقي نفسك مرتاح وانت بتحل. علشان ما يكونش المراجعه النهائيه دي يعني اسود الايام اللي انت عايشها في ثانويه عامه. اما انت تضغط نفسك دلوقتي في ال6 شهور دول اللي هم ال6 شهور الاولانيين، احسن ما تيجي تضغط نفسك ضغطة سودا في آخر 3 شهور. أنا بقول لك أهو، هتخلي آخر 3 شهور لو أنت بدأت بالحل الكتير في أول السنة، هتخلي آخر 3 شهور دول يعني أحسن 3 شهور لك في الثانوية العامة. اسمع، هتقعد تحل وأنت مستمتع حرفيا باللي أنت بتعمله. لو أنت عملتش كده أنت هتعاني بعد كده بقى. يعني ده يعني أنا شايف كده. أنت شايف حاجة غير كده ده رأيك واحترم. فالحل إيه؟
اللي هو انت مثلا في التسع ساعات دول حل لك كتابين ثلاثه، بدل ما معظم الناس بيقول لك كتاب واحد كفايه. تمام، يعني هو كتابين ثلاثه في اول السنه احسن من كتاب. انا بقولها لك اهو. تعال بقى نخش على الكتب. اول حاجه في العربي. تمام، العربي عندك كتابين، كتاب بيان وكتاب ايه كيان. انا حليت ايه؟ انا كنت حليت في سنتنا كتاب كيان وكتاب الامتحان وشويه من الابداع ومع كتاب مستر محمد صلاح. تمام، انا بقى هشرح لك ايه كتاب كيان وكتاب بيان مع كتاب المستر اللي انت تاخد معاه، سواء مستر محمد صلاح، مستر هدى الفاروق، مستر وليد محسن، اي مستر كده كده انت بتاخد معاه، فانت لازم تجيب المذكره بتاعته. والكتاب اللي انت بتسمع منه، اللي انت بتذاكر منه من اول السنه، يا ريت تثبته طول السنين. بس الفيزياء انا عندي حاجه كده ايه حبيبه، يعني مثلا تكون مميز فيها. انا الفيزياء كنت عامل كشكول شرح فيزياء لنفسي. وبالمناسبه يعني في الفيزياء انا بعمل حاجه كده في الفيزياء، عامل عليها فيديو لوحده كده، هيبقى كورس مصغر يعني، مش كورس أوي بس هيبقى كورس مصغر كده في الفيزياء. تمام. ده كده بالنسبه للعربي. العربي معاك ايه؟ كيان وبيان وكتاب المصري. عايز تجيب كتاب واحد يبقى كتاب كيان. تمام. يعني تاني حاجه معانا الانجليزي. انا حليت ايه؟ حليت كتاب المعاصر مع كتاب اي 1 في الترم الاول، والترم التاني كتاب المعاصر مع كتاب العمالقه، ده الترم التاني. تمام. في جيم، في ماي نيو فريند، الكلام من ده انا بقول لك اللي انا عملته. ماي نيو فريند حليته في المراجعه، بس انا الكلام ده اول السنه. هل ارشح اي 1؟ لا، فانت ترشح من اول السنه الكتاب المعاصر وكتاب جاينتس اللي هو العمالقه. عايز تاخد سنتر اونلاين انجليزي، ما رشحش اونلاين انجليزي خالص. بس لو عايز تاخد حد اونلاين فانت هتجيب المذكره بتاعته. ليه ما رشحش انجليزي اونلاين في اول السنه؟ علشان الانجليزي يبقى معتمد على تسميع كلمات وحفظ. معظم بتوع الاونلاين بيبقوا عاملين لك تسميع كلمات على هيئه اختبار، ممكن تفتح الكتاب ومعظم بيعمل كده ويروح تسميع الكلمات وتقعد تنقل كده، انت بتغش نفسك. تمام. وفي الاونلاين هتلاقي نفسك متكاسل، تيجي تقول ايه؟ يوم ما يرنوا عليا مش هرد عليهم. وهتلاقي حاطط رقم تليفون ولي الامر بتاعك، بتاع محل الكشري، حاطط رقم تليفون والدتك، رقمك التاني، فاهم؟ فانت بتلاقي الدنيا علشان محدش يرن على ابوك ويقول له انت عامل ايه في الاونلاين. انا بقولها لك اهو من دلوقتي، فانت ايه ما تضحكش على نفسك في الاونلاين. لو انت هتبدا ضحك على نفسك فبلاش اونلاين، خد سنتر. تمام. تالت حاجه معانا وهي الكيمياء. الكيمياء فيها كتب كتير يعني، بس احسنهم انا التفوق ومندليف، او التفوق والوافي. عامة انا شايف احسن حاجة فيهم التفوق. الكيمياء فيها ايه؟ فيها التفوق، مندليف، افوكادو، يعني كمية كتب في الوافي، الامتحان. كمية كتب في الكيمياء كتير، والكيمياء الكتب بتاعتها معظمها كويس. بس انا بقول لك التفوق اعلاهم كافكار. الوافي افكاره كويسة، افوكادو ومندليف باقي الكتب كويسة، بس أنا بقول لك أعلام والتفوق. عايز تجيب التفوق مع أي كتاب من التلاتة التانيين، تمام معاك. وكتاب المستر تمام، تيجي تقول لي مستر خلاص هو مستر عبد الجواد اللي أنت تاخد معاه المذكرة بتاعته. مستر خلاص هو مستر عبد الجواد، أنا كنت باخد مع مستر عبد الجواد. أنت مثلا مش حابب الطريقة بتاع مستر عبد الجواد، خلاص خد مع مستر خالد صقر. مستر خالد صقر بيطلع من عنده ناس بتخش طب، مستر عبد الجواد بيطلع من عنده ناس بتخش طب. كلها تجارب شخصية بتختلف من شخص لشخص، يعني مش قرآن بقوله لازم تنفذه. أنا بقول لك دي كلها تجربة أنا حصلت معايا. تمام. ده بالنسبة للكيمياء. يبقى عندك الكيمياء، كتاب التفوق مع أي كتاب من الكتب التانية، وكتاب الماستر بتاع اللي أنت بتاخد معاه. تمام. تاني حاجة اللي هي الفيزياء نيوتن والامتحان. في كتاب التفوق لسه يعني السنة اللي فاتت كان أول سنة له، كان كويس السنة اللي فاتت. بس احنا عندنا يعني السنه برضه دي خد نيوتن والامتحان. لو انت مثلا التفوق كويس، عايز تجيب التفوق هات التفوق. بس التفوق يعني انا شايف التفوق نفس المستوى المتطور من كتاب الامتحان. عايز تجيب التفوق هات التفوق ونيوتن. تمام. يبقى امتحان نيوتن، تفوق او نيوتن. ليه نيوتن؟ عشان نيوتن معتمد اكتر على الاسئله اللي هي النظري. يعني نيوتن بيبقى معظمه اسئله نظري، واسئلته بتبقى فيها شويه تريكات كويسه. تمام. هتاخد مع مستر محمود مجدي، او مستر عبد معبود، او مستر كيرلس، او ممكن تيجي تاخد معانا. بس انا بلاش، انا قال لهم خالص هات كتاب بتاعهم. تمام. يعني الفيزياء كتاب تفوق نيوتن، امتحان ونيوتن، وكتاب المستر بتاعك. هتعرف تحل ده كله والله العظيم معاك وقت في اول السنه. بلاش تقول لي انا هبدا السنه متلاعب شويه والكلام من ده. كده كده السنه طويله. لا، السنه مش طويله، السنه بتمشي كده اهو. السنه بتعدي في ثانيه. انا كنت حاسس ان السنه اللي فاتت ثانويه عامه
ودلوقتي انا في سنه يعني رايح تالتة طب، صباح الفل يعني. مفيش اسرع من الوقت. تمام، مفيش اسرع من الوقت، فبلاش تسأل من الاول، بلاش تبدا جد وتيجي تقول ايه انا لو بدات جد من دلوقتي واقعد لحد شهر 5 كده انا مش هستمتع بحياتي. ماشي يا عم، متستمتعش دلوقتي وبعد كده استمتع، وانا جاي لك من بعدين اقول لك ان كليات طب وهندسه والكلام من ده لو انت عايز بقى تطلع وتجيب مجموع فيها فانت برضه يعني يعتبر اوحش من ثانويه عامه. تمام تمام، بس خلينا ماشيين مع الوضع اللي هو تمام. بالنسبه بقى للاحياء، يعني لو احياء يا ريت والله الامتحان يجي زي السنه دي. فانت الاحياء عندك كتاب الامتحان وكتاب التفوق وكتاب التميز. تمام، ده التلات كتب احسن تلات كتب في الاحياء. بالنسبه لمدرسين الاحياء لو الامتحان زي السنه اللي فاتت فاي مدرس هيسد معاه. الامتحان مش زي السنه اللي فاتت 3 سنين يعني. طبعا 2027 انا بتكلم ليه اساس 2026. لو الامتحان 2025 او 2024 2023 فانت بلاش بقى مستر محمد ايمن، او خد معاهم بس بقى ايه، حاول بقى توسع مصادرك شويه. بس ان شاء الله الامتحان يكون زي 2026 واي حد يكون كويس في الماده بتاعه الاحياء. وده كده بالنسبه للكود. تالت حاجه انا عايز اتكلم فيها اللي هي الاجواء بقى بتاعه الاجواء المذاكره. حاول تخلي المكان اللي انت بتذاكر فيه انت متقبل ان انت تقف فيه. انا بقول لك هو متقبل ان انت تقف فيه، انت حابب المنظر اللي قدامك. ما تخلوش مع نعكش والكلام من ده. انت هو في ايام طبيعي هيبقى منعكش. انا عن نفسي انا مش احسن حاجه في التنظيم. انت مثلا تلاقي شويه كتب على السرير، شويه على المكتب، شويه محاضرات مرميين على الارض. انا مثلا بتلاقيني قاعد على المكتب، شويه على السرير شويه على الارض، مرمي هنا شويه مرمي هنا شويه مرمي هنا شويه. بس لما بتزهق يعني انت بتحسش باللي انت مرتاح في المكان فبتنضفه عشان تحس ان انت كده قاعد في مكان مرتاح فيه. تمام. المكان الاجواء بقى بتاعت يعني دي مش عليك انت الصراحه، دي على الاهل، خاصه الاهل، والدك والدتك، العيله ذات نفسها. ان هو لازم يوفروا بيئه ليك اللي هو انت بيئه، دي بيئه مذاكره. زعيق لا، اللي هو حوار اللي يطلبوا منك حاجات والكلام من ده لا. يوفروا مثلا يخلوك كده مطمئن طول السنه. يعني مثلا في ناس ما بتحبش تيجي تقول لابنك اعمل اللي عليك ولو قصرت والكلام من ده ممكن ادخلك خاص. في ناس ما بتحبش تقول كده، يقول لك ايه الواد هيتكاسل ومش هيذاكر ومش هيجيب مجموع والكلام من ده. تمام. في ناس تانية تقول لك لا انا اقول له الكلام من ده عشان يطمن ان هو مذاكر ويخش امتحانات وهو نفسه مرضيه، وان شاء لو حصل حاجه لا قدر الله كده كده هيخش. تمام. يعني انا عن نفسي انا احب اللي انت تطمن ابنك طول السنه. طمنه حتى مثلا يعني لو بكلام كاذب بس طمنه، اديله طمأنينة ان هو إيه ما يتوترش وهو بيذاكر. تمام. يعني حاول تعمل اي حاجه اللي هو تخلي الاجواء المذاكره كويسه، تخلي البيئه اللي هي انت بتذاكر فيها كويسه اللي هو انت تأهله اللي هو يجيب مجموع اللي انت عايزه. ما تكونش بقى مش طول السنه بقى زعيق وكلام من ده وتيجي تطلب منه في الاخر ان هو يجيب 95%. تمام. ده كده بدايه ثانويه عامه في 27. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.